عارف انت ساعات بيجي لي احساس ان الواحد خايف ان هو يبدأ، وساعات بيجي احساس تاني انك خايف من الناس هتقول عليك ايه. خايف ان انت تغلط فالناس تضحك عليك او تتريق عليك، او خايف ان الحاجة اللي انت بتعملها دي الناس ما تعجبهاش. بس هو السؤال هنا، هل ده فعلا خوف ولا احنا اللي بنربط نفسنا بنظرة الناس لينا؟ في كتاب اسمه The Courage to be disliked، يعني الشجاعة ان انت تكون مكروه. الكتاب ده بيتكلم على ان احنا اغلبنا مش عايش حياته، وان احنا عايشين نسخة الناس عننا. كل قرار بتفكر انت تاخده بتحسبه على رد فعل اللي حوالينا، مين هيوافق، مين هيقول ايه، مين هيبعد عني لو انا عملت كده. بس الحقيقة ان انت مش هتعرف ان انت تبدأ حياة جديدة وانت لسه مستني الناس ان هي توافق ان انت تبدأ. ببساطة انت محتاج شجاعة انك تتكره. وما تفهمنيش غلط، انا ما اقصدش ان انت تكون مكروه من الناس او ان انت حابب ان الناس تكرهك، انا ما اقصدش كده. انا اقصد ان انت تكون حر، حر ان انت تجرب وتغلط وتتغير من غير ما تحسب على كل خطوة ان الناس هتسقف لك ولا لا. الناس هتتكلم في كل الحالات اذا كنت بدأت او ما بداتش، بس الفرق انك لما تبدا على الاقل هتكون بتعيش حياتك انت. فلو انت خايف ان انت تبدا وخايف ان الناس هتقول عليك ايه، افتكر ان انت مش مطلوب منك انك تبهرهم. وصدقني اول خطوه حقيقيه بتبدا لما تبطل ان انت ترضي الكل. ولو عايز تعرف ازاي تتغلب على شعور الخوف من البدايه نفسه، تقدر تشوف الفيديو اللي فات. وبس، سلام.